النهاردة هعمل معاكم وصفة تخليل الزيتون الاسود، وصفة من الوصفات الاحترافية، وصفة مامتي وجدتي. بجد يا جماعة من اجمل واسهل الوصفات اللي عملتها لتخليل الزيتون. حرفيا طعمه حكاية، طعمه حلو قوي بجد، لازم تجربوه. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنا معايا الزيتون بالشكل ده، غسلته كويس قوي وحطيته في مصفى يتصفى. ودلوقتي بقى انا بعصر الزيتون هنا عصرة خفيفة بس كده ينزل مرارته، وبحطه في طبق تاني. ودلوقتي بقى باخد حبة حبة بالشكل ده، انا حطاه في المصفى وبضيف له الملح كمان ضيفاله نسبة شطة ونسبة كمون بسيطة جدا. كمان مرة بالشكل ده، يعني ما بين كل طبقة وطبقة من الزيتون رشة ملح كده زي ما انتوا شايفين، وبقلب كده بالمصفى. وهنا بقى حطيت كل الكمية بالشكل ده، وفي اخر طبقة برضو معلقة من الملح. وده كان الشكل النهائي بقى للزيتون. هسيبه بقى لمدة يومين في المصفى كده ينزل مرارته وينزل النقع اللي فيه. وبعد بقى ما ينزل نقعه هعبيه في علبة وعلى وشه كده حبة زيت، وهتحطوه في التلاجة وتاكلوا منه على طول. وهنا ده كان معايا شكل الزيتون النهائي. حرفيا يا جماعة طعمه رهيب بجد، لازم تجربوه. وصفة معتادة، وصفة مامتي وجدتي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.